ان شاء الله لا هتحتاري ولا هتفكري خالص في المشويات بتاعه يوم عيد الاضحى. تعالوا بينا هنسمي الله وهنصلي على الرسول ونشوف المشويات وصينية العيلة دي عملناها ازاي على عين البوتاجاز يا جماعة، من غير شواية، من غير فرن، من غير فحم، من غير اي حاجة من الحاجات دي. عايزة اقول لكم اللحمة دايبة دوب ولونها فظيع، ولا الكفت ولا الطرب ولا، عايزة اقول لكم حاجة كده تحفة، اللهم بارك. يلا بينا هنسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعة للصفحة، ونشوف احنا عملنا الحاجات الجميلة دي ازاي. كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم يا رب. الخضار اللي انا شوياه والرز على عين البوتاجاز. يلا هنسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعة للصفحة، وندخل في الوصفة بتاعتنا. معايا هنا بصلتين وسط، قطعتهم كده وحطيتهم في الكبه، وهحط عليهم كمان قرن فلفل. عايزين تزودوا عن القرن الفلفل قرن ونص، قرنين، مفيش مشكله خالص. انا حطيت قرن فلفل وحطيت كمان حته كده سبايسي، لان بنحب الكفته تكون سبايسي شويه. حطيتهم كده في فرم ناعم جدا. ليه فرم ناعم جدا؟ لان انا عايزه الميه بتاعتهم، محتاجه الميه بتاعتهم. التفل اللي هيبقى منهم ده او قطع البصل اللي هتبقى منهم ده احنا هنستخدمه دلوقتي في الكفته. هصفيهم كده بالصفايه بتاعتي لحد ما انزل كل سائل الميه اللي فيها، عشان ده اللي هنتبل بيه اللحم. ويستحسن ان احنا نتبل اللحمه قبلها بساعتين، يعني مش شرط ان احنا نتبلها من بالليل. هنا بقى بضيف التوابل على ميه البصل وعلى البصل نفسه، فلفل اسود وسبع بهارات على ميه البصل وعلى البصل نفسه. وحطيت كمان شويه كمون صغيرين وملح، وحطيت بصل بودر وفلفل اسود، انا قلت لكم فلفل اسود قبل كده، وتوم بودر وكمان بابريكا. وبس على كده. هنا خلاص التوابل بتاعت، وملح، ما ننساش الملح يا جماعه. هنا خلاص التوابل بتاعت ايه البصل، مش هحط حاجه تانية على البصل نفسه. تمام. حطيت بقى هنا على ميه البصل شويه من دبس الرمان، وكمان معلقه كده من الخل، وكمان معلقتين من الزيت عشان تطري معايا الانسجه بتاعت قطع اللحم. يبقى دي التتبيله بتاعتي اللي هي سائله بتاعت اللحمه. والتتبيله التانية اللي انا جهزتها دي قدامكم برضو بتاعت الكفته والطرب. هنا انا معايا كيلو لحمه شرايح. انت بقى مفيش امكانيه ان انت يبقى عندك كيلو، نقدر نستخدم نص كيلو، نقدر نستخدم ربع كيلو. المهم نستخدم المتاح بالنسبه لنا، بدل ما نشتري الحاجات دي يا جماعه من المحلات غاليه جدا. نقدر نعملها باقل الامكانيات بنفس الطريقه دي. تمام. انا الكيلو اللي عندي دوت كنت في الفريزر، طلعته يا دوبك فك كده، ورحت جايه ايه حطاه في قلب التتبيله زي ما انتم شايفين كده. وهغطي عليه وهسيبه لمده ساعتين عشان بس ايه يشرب من التتبيله. جبت الكبه اللي انا كنت فرمه فيها البصل، وهحط فيها كده نص كيلو لحمه مفرومه. برده اللحمه لونها فاتح شويه لان مطلعاها من الفريزر ما لحقتش ان هي تفك. احط عليها كده البصل اللي احنا حاطين عليه التوابل المفروم، وهحط عليها كمان قطعه حوالي 50 جرام من منديل الضاني. الحته دي كانت مكتله كده شويه في منديل الضاني اللي انا هعمل بيه الطرب، فقطعتها كده حطيتها على اللحمه. بتدي تست عالي جدا. الدهن الضاني او اللي هي الضاني بتدي طعم حلو قوي في الكفته. تمام. فرمتهم لحد ما بقوا ناعمين كده زي ما انتم شايفينهم بالمنظر ده. ورحت جايه حطاهم في قلب بوله، وهشيل منهم كده السكاكين بتاعه الكبه، وهقلبهم وهسيبهم شويه لحد ما يتشمعوا وياكلوا بقى التوابل تدخل في الانسجه مع البصل مع الفلفل الاخضر. تمام كده زي الفل. هقسمها بقى، هعمل نصها طرب ونصها كفته. ندخل كده في الطرب بتاعنا. هنشتغل في الطرب. انا هنا بعقم الرخامه عشان هفرش عليها منديل الطرب. حطيت شويه خل كده وبمسحهم بيها. هنا المنديل الطرب ده جايباه من عند الجزار. قولي له عايزه منديل طرب يكون رقيقه جدا. شايفين يعني رقيقه ما فيهوش اي تكتلات. حتى لو لقيتي فيه اي تكتلات شيليها وحطها في جنب كده. استخدميها للكفته، استخدميها في اي حاجه انت بتستخدمها، لباميه، لاي حاجه بتحبي تطبخي بها حاجه ضاني. تمام. غسلاه وسبته يصفى خالص من ميته، فردته كده وسويته لقطع مربعه. ورحت جايه حاطه عليه فلفل اسود ورشه ملح حركتهم فيه كده عشان كل الانسجه تخش فيه الفلفل الاسود والملح. وهجيب بقى قطع اللحمه كده واروح جايه فرداها ومبطبطه عليها كده اكني بعمل عيش او بعمل بيتزا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اكيد يعني الفيديو واضح قدامكم وشايفين انا بعمل ايه. مش عايزه السمك يكون تخين قوي علشان بس اللفات اللي انا هلفها عليه تبقى تستوي بسرعه. هروح جايه بقى مقفله عليه. انا بظبط لكم هنا بس الكاميرا عشان كله يشوف. تمام. كل الزوايا تكون واضحه. هروح جايه مقفله عليه بالشكل دهوت، وهروح جايه لفه له رول. لو وصلنا لحد هنا بقى ما ننساش نعمل لايك وشير ومتابعه للصفحه. ويا رب الفيديو والوصفه تكون نالت اعجابكم، ويعني مستنيه دعمكم ليه. تمام. قفلت عليه بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين كده. تمام كده زي الفل. وهروح جايبه سكينه حاميه بقى، وهبدا ان انا اقطع فيه اللي هي قطع صغيره كده زي ما احنا شايفين اهو. ليه؟ لان انا هعمله في شيش.
هعمله في عصيان الشيش. تمام تمام اهو زي الفل. هكمل بقى كل الكميه كده وهندخلها في عصيان الشيش. عصيان الشيش ده بتتباع عند اي مستلزمات حلواني او ادوات منزليه يعني. تمام. هدخلها بالشكل ده. همسك القطعه وما بين ايديا كده من الناحيتين الناحيه دي والناحيه دي علشان بس اللحمه ما تخرجش منها، واروح جايه مدخلاها بالشكل ده في عصايه الشيش، بتدخل بكل سهوله. يلا بينا بقى نعمل الطرب الصوابع. اهو انا بوريكم هنا ان خلصت الطرب اللي هو المدور ده. همسح برضو الرخامه كده عشان برضو ايه تعقيم، لازم كل الحاجات اللي احنا بناكلها دي نعقم مكانها. فلفل اسود ورشه ملح كده، وهروح جايبه العصايه الخشب، ايديها مدوره معايا كده. لو انت ما عندكيش المعلقه الخشب دي، ممكن نعمل عصايتين شيش كده على بعض ونروح جايين ايه مصبعين عليهم. تمام. او المستحد بتاع السكاكين. هروح جايه فارده قطعه المنديل كده واروح جايه لفاها زي ما انتم شايفين كده، اكني بلف صباع محشي. تمام كده زي الفل. معايا 5 صوابع من الطويله دي، والمدور 3 عصيان شيش. تمام. دوت نص كيلو لحمه مفرومه يا جماعه. يعني احنا نقدر نعمل الحاجات دي في البيت اللي بتبقى باسعار وبتكاليف مكلفه في المحلات الكبيره، ويقولوا لك الوفات ومش عارفه صينيه العيله وصينيه ايه وعليها عرض. لا احنا والله العظيم الحاجات دي لو حسبتيها مش هتكمل 500 جنيه. وبحلف بالله العظيم، لان اللحمه دي لحمه من وزاره الزراعه اللي هي تبع تحيا مصر. تمام. لحمه تحفه جميله جدا. انا خلصت اهوت الطرب وخلصت الكفته، وبوريكم اللحمه اهوت كل الحاجات اللي احنا عملناها اهو. تمام. جبت الجريل بتاعتي او الصينيه بتاعت الكريب دي، حطيت على الفتحه اللي انا لفه عليها الصباع الطرب. تمام. عشان ما يفتحش معايا. وحطيت برضو العصيان، وحطيت عصيان الطرب، وحطيت برضو ايه الكفته كده ما بينهم عشان تاخد برضو من طعم الضاني. تمام. بتبقى حلوه قوي. خدوا بالكم هينزل عصاره كتير وهينزل دهون كتير. الدهون ديت احنا ما نرميهاش يا جماعه، نحطها في قلب بوله او قلب سلطانيه كده نستخدمها لما نيجي نقلي بيها. دهون صحيه جدا وما هيش مضره خالص على الصحه ولا على القلب يا جماعه. الدهون دي مصرح بيها، والدكاتره كتير قايلين الدهون الضاني دي مفيده جدا. تمام. هسيبه بقى كده ايه، هحاول ان انا اهدي النار شويه عليه على بحيث ان هو ينزل كل العصاره اللي فيه الطرب والكفته، وهغطي عليه عشان بس البخار يسويه من جوه واتاكد من السوا بتاعه. هنخش بقى في تسويه اللحمه. جبت هنا قطعه سمنه بلدي. انت متاح بالنسبه لك حطي، ممكن تسيحي قطعه من اللي عندك دي، او قطعه من الدهن، او شويه زيت، مفيش مشكله خالص بالنسبه لي. وهروح جايه حاطه الشرايح اللحمه بالشكل ده، بس تكون اهم حاجه النار عاليه جدا، لازم النار تبقى عاليه. تمام. هرص الشرايح بتاعتي بقى جنب بعضها كده بالتساوي زي ما احنا شايفين كده لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي. وصلت لحد هنا. ما تنسيش تقولي اللي بيتابع الفيديو من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم، يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا، وكل سنه وانتم طيبين. تمام كده زي الفل. اهو انا برص بقيه اللحمه عشان تبقوا شايفين كل حاجه كده على الطبيعه قدامكم بالشكل ده. تمام اهو زي الفل. هنا شوفوا بقى بعد ما اخدت لون من الناحيه التانية بقلبها بقى علشان تاخد لون من الناحيه دي. ما نقلقش خالص ان الصينيه اخدت لون من تحت غامق كده، ده الغمقان اللي في الصينيه ده هيدي طعم للحمه وهي بتستوي. طعم الشوي هتبقى طعمها تحفه. هنا حطيت عليها بعد ما اخدت لون من الناحيتين الاثنين شويه التتبيله اللي باقيين في البوله زي ما احنا شايفين كده، وهضيف عليها ميه سخنه مغليه. لازم الميه تبقى سخنه معايا. تمام. ما زودتهاش غير ميه سخنه. هغطي عليها بقى، واول لما تغلي اروح جايه ايه مهديه عليها النار. اللحمه بتاعتي لازم تستوي على نار هاديه يا جماعه. هنجهز الرز. جبت الحله بتاعتي، حطيت فيها معلقه سمنه بلدي كده، وحطيت فيها عود قرفه، وكمان لومي من المجفف، وكمان كام فص كده قرنفل، وكام ورق غار. تمام. اللي هو اللوري. وهديهم تحميصه كده، وهنزل عليهم برضو بتوابل كبسه بودر بتيجي من عند العطار. وهحط عليهم شويه كركم كمان، نص معلقه كركم اهو زي ما احنا شايفين كده. وهحمص كل الحاجات دي طبعا مع السمنه علشان تدي ريحه وطعم للرز حلوين قوي. تمام. اول لما اشم ريحتهم هنزل بالرز على طول، يعني ما استناش ان هم يتحرقوا معايا او يشيطوا معانا. هنا ضفت كيلو رز بلدي عادي جدا. لو عندك رز بسمتي مفيش مشكله، بس انا بحب ان انا اختصر واقتصد عليكم. يعني كفايه اللحمه، احنا في عيد، واللي جاي له حته لحمه في العيد دي يقدر يستخدمها زي ما احنا شايفين كده. عايزين تستخدموها مكعبات بنفس الطريقه دي مفيش اي مشكله، هتنفع معاكم جدا، مش هتقول لا خالص يا جماعه. اهم حاجه تسويه اللحمه، لازم نهدي عليها النار بعد اول غلوه، وكل ما تشرب الميه نزودها ميه مغليه. هنا اديت للرز تشويحتين كده علشان بقى بس يبقى مفلفل معايا، وضفت الملح بتاعي، ورحت جايه برده مقلباه تقليبتين كده، وهزوده ميه عاديه جدا من الفلتر. تمام. او من الحنفيه زي ما احنا شايفين كده. الرز البلدي بنزوده الميه تبقى فوقه بعقل الصباع، عقل الصباع اللي هو اول عقل الصباع كده عشان
كذا حد دخل لي على الخاص يقول لي ايه عقل الصباع دي. يعني الاسم يشرب معانا الميه، اول لما يشرب معانا الميه خالص نروح جاي مهديين عليه ونقلبه تقليبه اهو زي ما انتم شايفين كده، مفيش خلاص ما عادش فيه اي ميه، هقلبه تقليبه واروح جاي مهديه عليه النار واسيبه يستوي ويتشمع مع نفسه. يتشمع ده يعني الميه اللي فيه كلها تتبخر ويبقى ايه مفلفل كده، تمام زي ما احنا شايفين كده. على عين البوتاجاز زي ما انتم شايفين، لا شوايه ولا فرن، وشوفوا اللون مكرمل وسبحان الله حاجه كده تحفه، اكنه والله العظيم الريحه قلبت البيت يا جماعه، اكن انت بتشوي على الفحم. مش هنحتاج لا شوايه ولا فرن ولا اي حاجه، على عين البوتاجاز وكل حاجه وانت واقفه كله هتحطي ده وتخلصي ده وتشيلي ده، بصي تلاقي ايه نفسك خلصتي واكنك واقفه في مطعم بصراحه. هنقلب كل الطرب والكفته على الاتجاه التاني عشان برضو تاخد لون مكرمل من الناحيه التانيه زي ما هي واخده لون كده. خدوا بالكم استوت خالص، صفت كل الميه اللي فيها وكل الدهون، دي مش ميه اللي فيها، دي دهون الطرب نزل سلى الدهون اللي فيه. وطبعا زي ما قلت لكم في البدايه مش هنرميه، هسيبه في بوله وبغبيه اي حاجه عندي. تمام، ببدا ان انا اشيل بقى اللي خلاص خد لون كرمله سواء الكفته او الطرب، واسيب اللي محتاج ان هو يتكرمل هسيبه لحد ما اخلصه خالص. تمام. وطبعا الطاسه دي انا بعد ما صفيت الدهون اللي فيها افتكرت ان انا ما عملتش خضار مشوي، برضو عملت خضار مشوي، حطيت فيها شويه من الدهون اللي نزلت دي ورحت جايه عامله فيها خضار مشوي هتشوفوه دلوقتي. تمام تمام زي الفل. يلا بقى نجهز سلطه الطحينه علشان يبقى ايه كل حاجه معانا جاهزه اكننا قاعدين في مطعم. جبت هنا شويه طحينه، حطيت عليهم برضو معلقه من الخل وعصرت عليهم ليمونه، وهحط عليهم فلفل اسود وشويه كمون وشويه ملح وتوم فريش. تمام. وهزود عليهم ميه عاديه جدا من الفلتر، مفيش اي مشكله، مش هتقول لا او عايزين تضيفوا ميه سخنه مفيش مشكله. انا ضفت كمان حبه بابريكا، ما رضيتش اضيف شطه. وهقلب كل الخليط ده مع بعضه كده لحد ما يتجانس مع بعضه ويبقى تقيل. هو في البدايه بيبقى عامل زي الكتل المنفصله عن بعضها، ومع التقليب بيبقى بالشكل ده. حطيت هنا التوم اهوت، وهظبط الملح بتاعه كده تبقى الطحينه معايا خلصت كمان، مفيش اجمل من كده. تمام. هنا بقى قلت يلا نعمل شويه المشاوي، طبعا بيجي معاها خضار مشوي، وانا عن نفسي انا بحب الخضار المشوي ده، فلفل رومي، فلفل شطه كده حاميه، او طماطم مشويه او بصل. فانا حبيت برضو ان انا اعمل الحاجات اللي بتيجي في المطاعم علشان يبقى كل حاجه متواجده في البيت واكننا قاعدين في مطعم بالظبط. بعد ما استوهم كده حطيت عليهم رشه ملح ورشه فلفل اسود عشان بس تدي الطعم الحلو. هنا كان خلاص اللحمه استوت، طبعا انا زودتها مرتين ميه تكون سخنه مغليه ومهديه عليها النار. تمام. وكشفت عليها الغطا خالص لحد ما شربت الميه بتاعتها وادتني اللون الجميل ده. هي لوحدها كده اول ما الميه بتتشمع منها او بتشرب الميه بتدي اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. لا حمرتها ولا حطيتها في فرن ولا اي حاجه، انا هنا حطيت عليها الطرب وحطيت عليها الكفته عشان احط عليهم فحميه كده سخنه، وهروح جايه احط عليهم نقطه زيت عشان ياخدوا بقى لون الفحم كده اكننا شاويين في شوايه على الفحم كده، ولا جايبينه من مطعم بقى اكبر المطاعم اللي احنا عارفينها المشهوره اللي الاكله الجميله اللي احنا عاملينها دي يعني هتعدي عندهم ال 3000 جنيه. جبت لهم برضو هنا الصينيه الاستانلس بتاعتي وغلفتها كده بالورق الفويل زي ما انتم شايفين زي المطاعم بالظبط او زي الريفيوهات اللي بنشوفها على النت. ورحت جايه فرد عليها كده الرز زي ما انتم شايفين، ورصيت عليها اللحمه، ورصيت عليها الطرب، ورصيت عليها الكفته والخضار المشوي، وظبطت لهم الدنيا خالص. وتعالوا نشوف بقى التسويه عامله ايه. عايزه اقول لكم تحفه تحفه والله العظيم. الحاجات اللي انا عملتها دي اخدت مني وقت، وكمان لو تبلت الحاجات دي من بالليل الكفته مش هتاخد وقت منك في التسويه، يعني هتحطها على نار وتنسيها مش يعني في ثواني. تمام. انا هنا رصيت كل حاجه اهو زي ما انتم شايفين. المنظر العام برضو يبقى العين بتاكل قبل البق. لو وصلنا لحد هنا ما ننساش نصلي على النبي كتير في الكومنتات وندعي لاخواتنا بالنصر، ربنا ينصرهم يا رب نصره من عند ربنا كده. هنا برضو بحط فحمه سخنه، كان فحميه كده علشان برضو طعم الرز والخضار ياخد من ريحه الدخان بتاع الفحم. تمام. حطيت شويه زيت عليهم ورحت جايه كاتمه بالغطا. تمام كده زي الفل. تعالوا بقى نشوف بقى التسويه عامله ايه. حاجه كده اللهم بارك، دي الطحينه اهو بوريها لكم ما شاء الله بدوب يا جماعه، ما فيش اجمل من كده. طعمها كان تحفه والله العظيم، طعمها كان تحفه. وشوفوا الكفته من جوه عامله ازاي ما شاء الله، مستويه ومتماسكه وما بتفكش ولا اي حاجه. وده الطرب اهوت اللي ملفوف، عايزه اقول لكم تحفه. المنديل حتى شايفين اللفات بتاعته، شايفين المنديل بسم الله ما شاء الله كل حاجه مستويه فيه، طعمه كان خطير.
اللهم بارك. والتتبيله حلوه قوي قوي، باينه في طعم الطرب وطعم الكفته، حاجه كده تحفه. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنسونيش من اللايك والشير والمتابعه للصفحه، ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما. وشوفوا انتوا عايزين وصفات ايه جديده وانا انزلها لكم من عينيا الاتنين، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. مع الديل بسم الله ما شاء الله، كل حاجه مستويه فيه، طعمه كان خطير. اللهم بارك. والتتبيله حلوه قوي قوي، باينه في طعم الطرب وطعم الكفته، حاجه كده تحفه. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنسونيش من اللايك والشير والمتابعه للصفحه، ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما. وشوفوا انتوا عايزين وصفات ايه جديده وانا انزلها لكم من عينيا الاتنين، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. مع